بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما عرفنا في الفيديوهات السابقة ازاي نحول من كسور عادية الى كسور عشرية، هنبدأ بقى تمرين على الأعداد العشرية. أول تمرين بيتكلم عن ازاي أكتب عدد عشري مكتوب بالألفاظ أحوله أنا إلى أرقام. في السؤال بيقول لي اكتب الأعداد الآتية بالأرقام: 5 و3 أجزاء من 10. ازاي أكتب العدد ده؟ طبعا العدد ده عشان أكتبه لازم ابقى عارف ان العلامة العشرية بتكون فاصل ما بين الاجزاء العشرية على يمينها والاعداد الصحيحة على شمالها. فلما يقول كده 5 و3 اجزاء من 10، يبقى 5 دي هي العدد الصح بتاعي، يبقى انا بكتب العلامة العشرية بتاعتي وبحط العدد الصحيح على الشمال، فبقول لي 5 يبقى ده 5 صحيح. و3 اجزاء من 10 يبقى انا هكتب العدد 3 على يمين العلامة العشرية، وهنا الأجزاء من 10 يبقى أنا عايز رقم واحد بس على يمين العلامة اللي هو العدد 3، يبقى ده العدد بتاعي 5 صحيح و3 أجزاء من 10. العدد اللي بعده بيقول لي 2 و5 أجزاء من 100. 2 يعني 2 صحيح، يبقى أنا العدد ده هكتب الاثنان أو العدد 2 على شمال العلامة العشرية. 5 أجزاء من 100 يبقى معنى كده إن أنا عايز رقمين على يمين العلامة. طب هو اداني عدد اللي موجود مكون من رقم واحد اللي هو الخمسة، طب أنا عايزها من 100، يبقى أنا لازم أو الأجزاء دي من 100 يبقى لازم رقمين على يمين العلامة، يبقى لازم إن أنا أكمل برقمين. طب أنا ما عنديش إلا رقم واحد، يبقى أنا هحط هنا صفر على شمال الخمسة، يعني كده 5 من 10. أنا عايزها 5 من 100 يبقى أحط الصفر هنا، يبقى كده 2 صحيح و5 أجزاء من 100. لو حطيتها الناحية التانية الصفر الناحية التانية يبقى 2 صحيح و50 جزء من 100. طبعا كده يختلف العدد عن العدد اللي هو طالبه، يبقى 2 و5 أجزاء من 100 يبقى 2 صحيح و5 من 100. 7 و43 من 1000. 7 يعني 7 صحيح، أحطها على شمال العلامة بتاعتي أكتبها 43 من 1000، يبقى أنا أكتب 43 كده من 100. عشان تبقى من 1000 أحط صفر على الشمال عشان عايز 3 أرقام على يمين العلامة العشرية. العدد 9 من 1000. 9 من 1000 يعني 9 أجزاء من 1000. في الحالة دي يبقى أنا ما عنديش عدد صحيح، يبقى العدد الصحيح بتاعي صفر، و9 من 1000 أكتب 9، وعشان تبقى من 1000 يبقى أنا أحط هنا صفرين كمان عشان تبقى 9 أجزاء من 1000. 14 و35 من 100. 14 يعني العدد الصحيح بتاعي 14، يبقى نكتب 14 صحيح على شمال العلامة. و35 من 100 يبقى هنا عندي 35 اللي هو الرقمين اللي موجودين عندي اللي هما بحتاجهم لما أكتب أجزاء من 100، يبقى هنا مش محتاج إصفار. ده التمرين الأول اللي هو كتابة الأعداد بالأرقام. التمرين التاني بيقول لي حول من صورة عشرية إلى صورة كسرية. طيب احنا حولنا قبل كده من صورة كسرية إلى صورة عشرية، المرة دي بقى هنعمل العكس، من صورة عشرية هحولها أنا إلى صورة كسرية. طيب أنا هعمل إيه؟ هعمل شرط الكسر، وشرط الكسر عايزة بسط وعايزة مقام. العدد الصح بكتبه على شمال شرطة الكسر، يبقى الواحد صح هنا 2 من 10، يبقى هنا معناها 2 على 10، يبقى نكتب هنا 2 وهنا عندي 10. مفترض ان الكسور دي تكتب في ابسط صورة، يبقى في الحالة دي انا هبسط الكلام ده لابسط صورة لو يمكن تبسيطه. هسيب العدد الصح زي ما هو، وعندي الاتنين والعشرة يقبل القسمة على العدد 2، يبقى في الحالة دي هقسم الاتنين على الاتنين يبقى فيها الواحد، والعشرة على الاتنين فيها 5، ويبقى كده الكسر بتاعي في ابسط صورة، يبقى هنا 1 صحيح وخمس. طيب 4 أجزاء من 100 يبقى 4 على 100، يبقى لو كان عندي رقم واحد على يمين العلامة يبقى هنا المقام بتاعي 10، لما يكون عندي رقمين يبقى المقام بتاعي 100، واكتب العدد بتاعي على في البسط عالي خالص، والعدد الصحيح هنا صفر، خلاص مش هكتب. برضه نفس الكلام أبسط لأبسط الصورة، فأقسم على 4 هنا فيها الواحد، و100 على 4 فيها 25، لأن العددين يقبل القسم على 4 يبقى أنا هقسم على 4. 3 صحيح و125 من 1000، يبقى أنا برضه نفس الكلام أعمل شرط كسر، العدد الصح اكتبه على شمال شرط الكسر 125، اكتب 125 في البسط، هنا من 1000 يبقى المقام بتاعي 1000 لأن عندي 3 أرقام على يمين العلامة، وأبدأ أعمل اختصاراتي. طبعا هنا اللي أحده 5 أو أحده 0 اتعلمت قبل كده إن هو بيقبل قسمة على ال5، يبقى أنا أقسم هنا على 5، يبقى أنا عندي هنا 3 صحيح، وأقسم 125 على 5 فيها 25، وال1000 على 5 فيها 200، وارجع تاني اقسمها على 5 لان الاحاد برضو 5 والاحاد 0، ال3 صح زي ما هي، واقسم 25 على 5 فيها ال5، و200 على 5 فيها ال40، وارجع اقسم برضو كمان مرة على 5، يبقى هنا عندي يساوي 3 صحيح، و5 على 5 فيها الواحد، و40 على 5 فيها ال8، يبقى هي في ابسط صورة 3 و8.
طيب 5 و75% نفس الكلام، شرط الكسر بتاعتي اهيت، الخمس صحيح اكتبها على شمال علامة، و75% اعملها هنا 75 على 100. ابدأ برضه ابسط بالقسم على 5، يبقى هنا عندي العدد الصحيح بتاعي 5 زي ما هو، اقسم هنا على 5 يبقى فيها 15، و100 على 5 فيها 20. ارجع اقسم مرة كمان على 5، يبقى هنا بتساوي 5 صحيح، 15 على 5 فيها 3، 20 على 5 فيها 4، وهي كده بقت في ابسط صورة. بعد كده عندي خانات العدد العشري. العدد اللي فيه علامة عشرية بيحتوي على مجموعة خانات. طيب لازم ابقى عارف كده ان العلامة العشرية بتاعتي بتكون فاصل ما بين ارقام على يمين العلامة وارقام على شمال العلامة. الارقام اللي على شمال العلامة بتكون عدد صحيح، انما الارقام اللي على يمين العلامة بتكون اجزاء عشرية. طيب العدد الصح بتاعي طبعا عارفين خاناته، الآحاد، العشرات، المئات، الآلاف، وهكذا. يبقى هنا عندي على شمال علامة الخانات العدد الصحيح اللي أنا عارفها قبل كده. فيبقى خانة الآحاد عبارة عن أول رقم على شمال العلامة العشرية. طيب خانة العشرات تاني رقم على شمال العلامة العشرية. يبقى لو عايز أنا رقم الآحاد يبقى أروح عند العلامة العشرية وأدخل يمين، أول رقم هيقابلني وهو ده الآحاد. الرقم اللي بعده العشرات، المئات بعدهم. يبقى الآحاد أول رقم على شمال العلامة، المئات العشرات تاني رقم على شمال العلامة، المئات تالت رقم على شمال العلامة، والآلاف تبدأ من رابع رقم على شمال العلامة. طب لو أنا بقى رحت يمين، لو رحت يمين يبقى هاخد الأجزاء العشرية، خانات الأجزاء العشرية. أول رقم على يمين العلامة عبارة عن خانة الأجزاء من 10. نحفظ بقى الخانات دي. يبقى أول رقم على يمين العلامة خانة الأجزاء من 10، تاني رقم على يمين العلامة خانة الأجزاء من 100، تالت رقم أجزاء من 1000، رابع رقم أجزاء من 10,000. يبقى الخانات بتاعتي مقسمة إلى جزئين، جزء على شمال العلامة وجزء على يمين العلامة. على شمال العلامة الخانات الأعداد الصحيحة، أحاد، عشرات، مئات، أحد آلاف، عشرات آلاف، وهكذا. طب على يمين العلامة عندي خانة الأجزاء من 10، الأجزاء من 100، الأجزاء من 1000، الأجزاء من 10,000. طيب كل رقم موجود في الخانة بتاعته بيبقى له قيمة معينة. طيب الواحد اللي في الأحاد ده قيمته إيه؟ قيمته طبعا 1. والأربعة اللي في العشرات قيمتها 40 زي ما احنا اتعلمنا قبل كده، والتسعة اللي في المئات قيمتها 900، والتلاتة اللي في الآلاف قيمتها 3000. طيب دي بالنسبة لأرقام العدد الصحيح. طيب الأرقام بقى العشرية بتكون قيمتها برضه على حسب خانتها. خانة الأجزاء من 10 أي رقم موجود فيها بتبقى قيمته أجزاء من 10. طيب هو هنا عندي 2، يبقى هنا عندي جزئين من 10، يبقى الاتنين دي قيمتها 2 من 10 أو 2 على 10. يبقى الاتنين اللي في خانة الجزء من 10 قيمتها 2 من 10 أو 2 على 10. طيب الخمسة اللي في خانة الجزء من 100 دي قيمتها قد إيه؟ قيمتها 5 من 100 أو 2 على 100. ممكن أنا أعملها زي زمان بطريقة الأصفار، إن أنا أكتب الرقم اللي موجود في الخانة الخمسة واستبدل كل الخانات بالأصفار، فيبقى عندي هنا برضه هتبقى 5 من 100. وممكن أحفظها على طول إن الرقم اللي في خانة الجزء من 100 يبقى قيمته من 100، اللي هو 5 يبقى 5 من 100، 6 من 100 أو 6 على 100. هي 5 من 100 هي نفسها 5 على 100، يبقى 5 من 100 هي نفسها 5 على 100. طيب اللي في خانة الأجزاء من 1000 تبقى برضه قيمته أجزاء من 1000، يبقى 7 أجزاء من 1000 قيمتها ب7 من 1000. أكتبها بالشكل ده 7 0 0 علامة 0 أو قيمتها 7 على 1000. طيب رقم الجزء من 10,000 يبقى قيمته برضه أجزاء من 10,000، يبقى هنا القيمة بتاعته هتبقى 9 من 10,000. يبقى 9 وتلات أصفار على شمال التسعة وعلامة عشرية أو 9 على 10,000 بالشكل ده. طيب يجيلي تمرين على الكلام ده، يقول لي أوجد قيمة الرقم الذي تحته خط. طيب عندي أول رقم التلاتة دي في خانة على طول عقد العلامة العشرية. لو دخلت يمين كده يبقى أجزاء عشرية، شمال تبقى أعداد صحيحة. طب هو حاط لي خط تحت التلاتة، يبقى أنا أشوف خانتها إيه هي. يبقى التلاتة هنا في خانة الجزء من 100، يبقى لو عاوز القيمة المكانية بتاعتها هقول له أجزاء من 100. طب لو عاوز بقى قيمة الرقم ده يبقى 3 تبقى قيمتها ب3 من 100 بالشكل ده، أو 3 على 100 هي يبقى اكتبها 3 من 100 أو 3 على 100. طيب عايز قيمة الواحد أشوف برضو خانتها. طيب أدي العلامة العشرية والواحد على شمال العلامة، يبقى ده في العدد الصحيح. أبدأ بخانة الأحاد، عشرات، مئات، يبقى الواحد اللي في المئات قيمته ب100. طيب أروح لرقم 2، الاتنين موجود على اليمين يبقى أجزاء عشرية.
طيب الاتنين دي أول رقم على يمين العلامة العشرية، يبقى أجزاء من 10، يبقى قيمته 2 من 10 أو 2 على 10. طيب الاتنين دي برضو نفس الكلام، على يمين العلامة العشرية مباشرة تبقى أجزاء من 10، يبقى قيمتها 2 من 10 أو 2 على 10. طيب التسعة على شمال العلامة تبقى عدد صحيح. طب أول رقم في العدد الصحيح هو الأحاد، يبقى دي قيمتها المكانية أحاد. طب قيمتها العددية عبارة عن 9، يبقى قيمة التسعة هنا 9. وبكده انتهى الفيديو الأول من تمارين الأعداد العشرية.